يوم جديد كله نشاط وطاقة. فلوج النهاردة مش هيبقى طويل قوي. هو انا عملت لكم حاجة بسيطة كده بس قلت اكسر بيها بس اللي هي الوقت اللي انا بمنزلش فيه. لان انا لسه بظبط شوية حاجات وباذن الله هعمل لكم حاجات كتير قوي باذن الله حلوة. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. متنسوش تعملوا طبعا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا. طبعا اول حاجه انا عملتها صحيت الصبح روقت الاوضه عشان كنت هقعد برضو اخطط لحاجات كتير كده انا عايزه اعملها. وبدات بقى اعمل سكين كير روتين بتاعي. اول حاجه عملت وشي بالميك اب ريموفر بس عشان لو في اتربه او اي حاجه. وغسلت وشي بعد كده بالغسول بتاعي وحطيت المسترايزر وبعد كده حطيت الصن بلوك لاني كنت خارجه. وبعد كده حطيت الليب بالم. المندوب اتصل عليا كانت الساعه مش فاكره بس هو كان متصل عليا بدري يعني انه شحنتي هتوصل وكده فخرجت عشان استلم الاوردر. كنت عامله اوردر من اللاك ولسه واصلني حالا. هو بقاله كتير قوي بس مش مشكله يعني بقاله يجي 10 ايام كده بس مش مشكله. انا صدمت بصراحه من بتاع الاوردر صغير قد كده بس عادي يعني مش مستغربه لاني هما شكلهم حاطين كل حاجه فوق بعضها. يعني مش زي مثلا ناس تانية بيبقوا مغلفين تغليف احسن او اكتر من كده بس مفيش مشكله. علينا بالمنتجات هنشوف المنتجات عامله ازاي. الانبوكسنج طبعا زي ما انتم عارفين هيبقى على تيك توك. قمت بقى عشان اجهز فطار لان طبعا ما كنتش لسه فطرت. فحمرت بطاطس وحطيتها في الفينو كده وحطيت عليها موتزاريلا. انا بحب اعملها بالطريقه دي دايما واروح جايه محمصاها في الطاسه كده. وطبعا هو ناقصه هوت صوص بس معدتي مش هتستحمل بصراحه. ما بقتش تستحمل اي حاجه خالص بسبب اللي انا عملته فيها. انا السبب والله انا اللي عملت في نفسي كده. يلا بقى مش مشكله الحمد لله. بصوا يا جماعه في صوت دوشه كده جنبي. الصوت ده صوت المروحه فمعلش اعذروني لاني مش هقدر اطفيها بجد. بصوا يا جماعه انا عندي فكره فيديو. عندي افكار حاجات كتير قوي هعملها في الاجازه وكده. فيا ريت يا ريت يعني لو عندكم انتوا كمان افكار يعني اكتبوها لي في الكومنتس ونجمعها بقى واعمل فيديو كده علشان يعني نستفاد من بعض. انا هقول لكم على افكار وانتوا تقولوا لي على افكار وهعملهم كلهم في فيديو واحد. ودول كانوا اخر شويه ترمس من العيد. عملتهم رحت مقشراهم كلهم قعدت قشرتهم كده حبايه حبايه وحطيت عليهم ليمون وخل. لا ما حطيتش خل حطيت ليمون وشطه وفلفل اسود كده يعني وظبطتهم وسبتهم شويه. وبعد كده بقى ايه جيت عشان اكلهم وجبت الكتاب علشان اقعد اقراه. حاليا خلصت تصوير فيديو التيك توك وهقعد اعمل له اديتنج تمام وهنزله. بروحوا بقى شوفوه على تيك توك. هو اظن اصلا انه هينزل على تيك توك قبل يوتيوب عامه يعني. بعد كده بقى انا كان عندي مشوار كنت رايحاه. انا كنت قلت ان انا لو المشوار ده مشي تمام هقول لكم عليه لو ما مشيش خلاص مش هقول لكم عليه. فهو المشوار ده ما مشيش تمام بس هو ما مشيش بمزاج انا تمام انا اللي ما رضيتش يعني. المهم عندي بصراحة فكرة حلوة قوي. انا كنت رايحه انترفيو عامه. انا قلت هقول لكم بس مش هقول لكم هو انترفيو فين بالظبط يعني. هو انا كنت رايحه انترفيو بس انا مش حابه الشغل نفسه. يعني المكان نفسه مش طبيعه الشغل. لا المكان نفسه مش حباه. غير كمان ان عدد ساعات العمل كانت طويله جدا كانت 12 ساعه. فاللي هو انا قلت لا نص الساعات دي بس اللي هي 6 ساعات انا لو استغلتها بجد هعرف اخرج من الاجازه بكميه انتاجيه رهيبه. فتعالوا نساعد بعض بقى ونشوف حاجات نعملها في الاجازه وهنزل لكم فيديو برضو باذن الله. بس انا بقول لكم اقترحوا عليا يعني. وبس كده ده كان فيديو النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش تكتبوا لي زي ما قلت لكم تحت في الكومنتس افكار حاجات نعملها واستنوا الفيديو باذن الله اللي انا هنزله لكم.